صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى قلت اعمل معاكم روتين صباحي واشارككم كده الحاجات اللي انا بعملها الصبح اول ما بقوم من النوم. اول حاجه عملتها جبت معلقه من بذور الكتان وحطيتها كده في المج، وبعد كده نزلت عليها بالميه المغليه وغطيتها وسبتها على جنب. ويوميا الحاجه اللي ثابته في يومي دايما بعملها اول ما بقوم من النوم الصبح هو البلكونات. لازم بمسحها كده بالموب عشان لو بنشر غسيل او اي حد هيخرج البلكونه ولو فيها عفار او كده ما يشيلش العفار ده في رجليه ويدخله جوه البيت. وطبعا بما اني بمسحها كل يوم فبتكون نظيفه ومش بتلحق تتوسخ، بس لازم اعمل الخطوه دي كل يوم. على ما كنت صليت ركعتين الضحى وكمان عملت البلكونه ورجعت لقيت الميه بردت، وكمان بذور الكتان جواها ماده جيلاتينيه كده بدات تخرجها في الميه. هشرب الميه وكمان هاكل بذور الكتان بالمعلقه. بذور الكتان دي ليها فوائد كتيره جدا طبعا، غير انها كويسه لصحه القلب وكمان كويسه للاعصاب وكويسه للمعده وحاجات كتير جدا. بجانب كده بقى ان هي بتساعد على النحافه. يعني انا خارجه من العيد مبوظه الدنيا بقى، كعكه وحلويات وبسكوت وكلام من ده، فقلت لا ارجع اظبط الدنيا بقى لاني حسيت ان انا بدات اتخن كده. باخدها قبل الفطار بشويه، يعني بتنفش كده في المعده. لها طرق كتيرة، يعني ممكن ان انا اكلها كده بالمعلقة وبعدها اشرب مية، ممكن ان انا اغليها في المية كده على البوتاجاز على طول، وممكن ان انا زي ما عملتها معاكم احط عليها مية مغلية كده واسيبها تبرد وبعد كده اكلها واشرب ميتها. هي فوائدها ان هي بتنفش كده في المعدة وبتحسس بالشبع، وبعدها اقل كمية من الاكل بتكفي وبتحس بالشبع منها. من مميزاتها بقى ان هي غنية جدا بالاوميجا 3 وكمان بالدهون وكمان بالفوسفور والكالسيوم والمعادن. يعني هي كويسة جدا وفيها عناصر غذائيه مفيده جدا للجسم، وكمان مفيده جدا للبشره وللشعر. يعني بتدي للشعر لمعان كده وبتقلل كمان من التساقط بتاعه، والبشره بتحافظ عليها مترطبه كده، وكمان بتحس ان فيها لمعان. يعني انت لو استمريتي على ان انت تاخدي معلقه كبيره كل يوم الصبح من بذور الكتان، بعد اقل من شهر هتلاحظي النتيجه بتاعتها على بشرتك وعلى شعرك وكمان على المعده يعني، وهتساعدك على النحافه وان انت تظبطي الدايت بتاعك. هنا بقى كنت انا جهزت الفطار بتاعي وكمان عملت كوبايه شاي باللبن واخدتهم وطلعت على البلكونه عشان افطر في الجو الجميل والهادي ده، وكمان منظر الخضره كده بتاعت الاراضي الزراعيه حواليا ونسمه الهواء اللي موجوده في الجو جميله جدا، تساعد كده على ان انت تخرجي اي طاقه سلبيه جواكي. انا بقى بما ان انا عايزه اظبط الدنيا فانا منعت نشويات، رز عيش اي حاجه. قطعت كده الكابتش لقيمات كده زي العيش، وببدا ان انا اغمس بيه الفطار بتاعي. لو موجود خس فانا بعمل كده بورق الخس بغسله كويس جدا وكمان بغمس بيه سواء بيض جبنه اي حاجه. مفيش خس فانا طبعا الكابتش موجود في كل وقت فانا بستخدمه في الفطار. يعني بصراحه كويس جدا. معنى ان انت تقللي او تمنعي العيش او الرز في بدايه الدايت كده لحد ما تظبطوا الدنيا، ده بيدي معاكي نتيجه كويسه جدا وسريعه جدا معاكي في نزول الوزن. ببقى حريصه جدا في الفطار ان لازم يكون فيه كالسيوم وبروتين وكمان الخضار بتاعي، وطبعا اللي بيساعد العناصر الغذائيه ده ان هي تكتمل في الجسم معلقه بذور الكتان اللي باخدها كل يوم الصبح. يعني حتى لو في تقصير في الفطار مثلا في نوع كالسيوم او نوع بروتين او نوع اي حاجه، يعني نوع اي عناصر غذائيه، فالمعلقه بتاعت بذور الكتان دي بتعوضه. ومش بس بذور الكتان، ده كمان بذور الشيا لها فوائد عظيمه جدا يا بنات. دي او دي، يعني انا لو موجود عندي ده بستعمله، موجود عندي ده بستعمله، احيانا كمان باخدهم الاتنين مع بعض. فوائدهم جميله جدا وبتساعد كمان على احساسك بالشبع وكمان بتساعدك على ان انت تقللي حجم المعده. هنا بقى انا كنت فطرت وكمان يعني اكتر من نص الطبق موجود، انا مش قادره اكمله. يعني الكوبايه اللي انا شربتها بتاعت بذور الكتان دي بالميه بتاعتها بالماده الجيلاتينيه حسستني بالشبع. هسيب بقى الخضار اللي باقي مني ده هقطعه على السلطه وهاكلهم في الغدا. لو انا جيت كده ما بين الفطار والغدا حسيت ان انا جعانه ممكن اخد اي سناك يكون طبعا ما يبوظش الدايت. ممكن ان انا اشرب كوبايه شاي اخضر او كوبايه كمون حصى كده مغليه اشربها. كل دي بتساعد على ان انت تحسي بالشبع لحد ما يجي ميعاد الوجبه بتاعتك. الاهم من كل ده يا بنات هو الاراده والعزيمه وان انا استمر على الدايت، ان انا يعني مش يوم واثنين وثلاثه وازهق وارجع تاني ابوظ الدنيا. اللي بيساعدني بقى على كده يا بنات هو ان انا دايما بقعد احفز نفسي، اتفرج على صوري كده ايام ما كنت رشيقه كده ويعني في دايت كده والدنيا مظبوطه. بقعد ان انا اتفرج على اللبس بتاعي اللي انا نفسي البسه، اللي طبعا ضيق عليا وعايزه ارجع البسه تاني. بسمع دايما فيديوهات تحفزني عن الموضوع ده وعن اخطار السمنه وعن طبعا مشاكلها على
على القلب وعلى صحة الانسان، وكمان ان انا احاول على قد ما اقدر ابعد عن اي حاجة تعمل لي توتر كده او تخلي اعصابي مشدودة، لان ده بيأثر جدا على نسبة الحرق في الجسم. بشرب مية كتير جدا على مدار اليوم عشان المية بتساعد الدهون انها تخرج من الجسم، وكمان لو في احتباس مية في الجسم بيخرج عن طريق ان انا اشرب مية كتير. طبعا مفيش سكريات خالص او نشويات، لان النشويات لما بتدخل الجسم بتتحول لسكريات. فانا في الاول كده هكون قاسية على نفسي شوية في الدايت لحد ما اظبط الدنيا، وبعد كده هرجع اكل كل حاجة، بس طبعا بكميات. يعني عاوزة ان انا اكون متذوقة للاكل، مش ان انا بدوس بقى وباكل كميات كبيرة. يعني ممكن اكل كل حاجة بس بكميات بسيطة جدا، لكن في الاول بقى على ما اظبط الدنيا كده وارجع اظبط الوزن تاني، فانا هبعد بقى عن كل النشويات وعن كل السكريات. انا حتى شربت الشاي بلبن مع الفطار، ما كانش عليه سكر، كان عادي تماما. في الاول كده يعني هحس باشمئزاز كده من الحاجه اللي انا بشربها، بس بعد كده هبدا ان انا حتى اتذوق طعم السكر الطبيعي اللي موجود في اللبن. يعني لما ببعد عن السكريات باجي اشرب مثلا اللبن، بحس بطعم السكر الطبيعي اللي موجود فيه. هنا بقى كنت غسلت المواعين اللي كانت موجوده عندي في الحوض، وكان ورايا مشوار ضروري لازم اخرج ان انا اعمله. رحت المشوار ورجعت متاخر، فقلت بقى انا مش هلحق اجهز الغدا، هشتري معايا اكل جاهز من بره. فبدات ان انا رحت اشتري سمك وشويته كمان، وجيت عملت رز سريع سريع كده واتغدينا، لان انا كنت راجعه متاخر. بعد ما اتغدينا بقى وصليت العصر، لقيت البنات بيقولوا لي يا ماما احنا عاوزين ناكل كوكيز، بقى لهم كام يوم بيقولوا لي اعملي لنا كوكيز. فقلت خلاص بقى هعمله لهم النهارده، بما اني يعني ما جهزتش غدا او كده، فانا هعمله لهم. جبت الخلاط ونزلت فيه بكوبايه زيت على سمنه، يعني كان الاغلبيه سمنه واقل من ربع الكوبايه كده زيت. وبعد كده نزلت بنفس الكوبايه سكر مطحون، ضربتهم كده لمده دقيقتين لحد ما السكر داب تماما كده ولون الخليط بقى ابيض. هضيف كده حبتين من البيض، بس يكون بيض صغير الحجم، لان انا مش حابه ريحه البيض تكون نفاذه في الخليط. بعد كده هضيف 4 باكيتات من الفانيليا. هضرب كل المكونات دي كده مع بعضها في الخلاط لمده دقيقه لحد ما تتجانس. بعد كده بقى وانا واقفه المنديل في ايديا ببدا ان انا امسح كده بصمات ايدي على الخلاط، الرخامه مكان ما انا استعملتها. يعني عاوزه ان انا اخرج من المطبخ بعد ما اخلص والمطبخ نضيف تماما، مفيش فيه اي مواعين متوسخه او حتى اي بصمات لايدي على الرخامه او على الخلاط او على اي حاجه انا لمستها. هنقل بقى الخليط السائل ده كله في الطبق اللي انا هبدا اضيف فيه الدقيق. بعد كده بقى معايا كوبايتين من الدقيق منخولين كويس، هبدا انزل بيهم كده تدريجي على الخليط بتاعي، نص كوبايه بنص كوبايه. طبعا كل ده بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها كل المقادير السائله، هي الكوبايه اللي انا عايرت بيها كل المكونات، واحده ما اتغيرتش. هبدا ان انا اضيف كمان رشه صغيره كده من الملح، وكمان نص معلقه صغيره من الكربوناتو. الكربوناتو بتديكي نفس طعم الكوكيز الاصلي، وكمان ماده رافعه كده بتنفش الكوكيز نفشه بسيطه كده، يعني مش بتحسي ان هو مكتوم كده، فهي كويسه جدا. ممكن ان انت تستعملي البيكنج باودر، بس مش هتدي نفس طعم الكوكيز الاصلي اللي احنا بنشتريه من بره. هنا بقى انا كنت ضفت كوبايتين الدقيق كلهم، ودي الكوبايه الثالثه. هبدا ان انا اخد منها كده حبه بحبه لحد ما اظبط قوام العجين. هبدا ان انا استعمل ايدي عشان احس بملمس العجينه واظبطها طبعا بايدي، لان طول ما انا بقلبها بالمعلقه مش حاسه بقوام العجينه. انا مش بعجن، انا بس كده بدوب الدقيق بتاعي في العجينه بصوابع ايدي كده، يعني انا مش بعجن ولا بستخدم ايدي خالص، انا بس بطراطيف صوابعي كده بلم كل الدقيق ده. اول ما العجينه شربت كل الدقيق وبدات تلزق تلزيقه خفيفه كده في ايدي، هبدا ان انا اقسمها 2، يعني هي لسه كمان هتحتاج اضافات عشان تبقى لابسه شويه عن كده. انا ما خلصتش الكوبايه الثالثه كلها، باقي منها كمان 3 معالق دقيق. بعد كده هضيف معلقه ونص من الكاكاو الخام الاسباني. نوع المكونات اللي انت بتستخدميها بيفرق كتير جدا في الطعم، فانت عشان توصلي للطعم الاصلي للكوكيز لازم تستخدمي المكونات بتاعتك تكون من اجود الانواع. اختبر بقى العجينه بتاعتي بان انا بكورها كده واضغط عليها، ما تعملش تشققات كده، هي كويسه جدا. هغطيها بقى واسيبها على جنب. هجيب بقى العجينه التانية اللي بالفانيليا، هضيف عليها كمان معلقه ونص، نفس المعلقه ونص اللي انا ضفتهم من الكاكاو على العجينه التانية. هضيفهم هنا معلقه ونص من الدقيق على العجينه اللي هي بالفانيليا، بس انا هنا طبعا يعني تقريبا كانت الكميه قليله هنا، العجينه ما كانتش بالنص بالظبط، فالمعلقه ونص كانوا كتير على العجينه دي، حصل فيها تشققات. عشان اعالج النقطه دي بضيف لها معلقه من الحليب، يعني معنى العجينه ان هي فيها تشققات يبقى هي كده ناقصها من السوائل او الكميه بتاعت الدقيق بتاعتها طلعت كتيره. هختبرها تاني هلاقيها لسه فيها شويه كده صغيرين من التشققات، هضيف كمان معلقه من اللبن الحليب واقلبها واختبرها تاني، هتطلع كويسه جدا مفيش فيها
فيها اي تشققات. خلاص بقى في الوقت ده هي جاهزه ان انا اشكلها وادخلها الفرن. هغطيها كده واسيبها على جنب 5 دقايق على ما اروح اجهز السجان والشوكولاته الشيبس اللي انا هستعملها في تشكيل الكوكيز بتاعي. في الوقت ده كان النور مقطوع، وطبعا يعني 3 ساعات النور هيقطع في اليوم ده، 3 ساعات يعني حاجه صعبه جدا. فانا اخدت كده الصاج بتاعي واخدت العجينه بتاعتي وطلعت كده عند البلكونه، فرشت كده على الارض وقعدت على الارض. المطبخ بتاعي حر جدا وكمان مفيش اضاءه جوه، فانا قلت لا انا هطلع كده عند البلكونه. فتحت البلكونه وقعدت جوه كده قدام البلكونه وقعدت اشكل الكوكيز. لو رجعنا بقى المكونات اللي انا استخدمتها، فانا استخدمت كوبايه من السكر المطحون، عليها كوبايه من السمنه على زيت، وممكن كلها سمنه عادي كلها زيت عادي مش هتفرق، بس انا استخدمت سمنه على زيت. بعد كده نزلت عليهم بحبيتين من البيض، وكمان عليهم 4 باكيت فانيليا، وكمان ضربتهم كده في الخلاط لمده دقيقه لحد ما كل المكونات دي امتزجت كده مع بعضها. طب لو ما عنديش سكر بودر ممكن عادي تستخدمي سكر حبيبات عادي، بس هتزودي مده الفرم بتاعه المكونات دي كلها في الخلاط لحد ما السكر يدوب مع بعض وكمان يدوب مع باقي المكونات. نقلت كل المكونات دي في طبق، وهبدا اضيف كمان الدقيق ورشه صغيره كده من الملح ونص معلقه صغيره من الكربونات. الدقيق بقى انا ضفته على 3 مرات، 3 كوبايات. اول كوبايتين ضفتهم عادي، الكوبايه الثالثه بقى بدات اخد منها حبه بحبه كده لحد ما تاخد معايا او العجين يشرب معايا الدقيق. وطبعا ده بيختلف من نوع الدقيق للتاني. انا استخدمت ماركه الخباز وما اخدش معايا ال3 كوبايات، يعني ال3 كوبايات اخر كوبايه دي فضل منها معايا 3 معالق من الدقيق. ممكن مثلا النوع اللي انت تستخدميه ياخد ال3 كوبايات كلهم، لكن انا خد عندي 3 الا 3 معالق كده. وزي ما قلت لك لو العجينه طلعت يابسه معاكي كده وبتشقق يبقى هي محتاجه سوائل، ضيفي لها معلقه او معلقتين من اللبن الحليب. بعد كده بقى الشوكولاته شيبس اللي موجوده عندي يعني انا اشتريت ب20 جنيه، اخدت معايا كل الكميه 3 كوبايات الدقيق يا دوب بالظبط على قدهم. بصي بقى عايزه اقول لك ان ال3 كوبايات دول اتعملوا معايا بالظبط 80 قطعه من الكوكيز. طبعا لو هتشتريهم من بره هيكونوا اغلى من كده. كل حاجه من البيت ما اشتريتش من بره غير الشوكولاته الشيبس بس، ولو كان عندي شوكولاته تانية خام كنت كسرتها وحطيتها كده على وش الكوكيز، وما اشتريتش حاجه من بره. على تاني رف من تحت على الشبكه دخلتهم الفرن على درجه حراره 180، وكل 3-4 دقائق كده بداير الصاج زي ما احنا شايفين عشان ياخد سوا واحد. وبعد ما تستوي هولع الشوايه اخر دقيقتين ياخد لون من فوق. اخد معايا بالظبط ربع ساعه في الفرن، لان الاولاد بيحبوه ناشف كده ومقرمش. طبعا لو انت حابه يكون في مدغه بسيطه كده ممكن تخرجيه بعد 10 دقائق. بصراحه الكوكيز خارج جميل جدا ومظبوط بالظبط، يعني السكر بتاعه مظبوط كده ومقرمش كده وطعمه جميل جدا، ما يفرقش حاجه عن طعم الكوكيز اللي احنا بنشتريه من بره. ما بال كمان يعني انا عاملاه على ايدي فضامنه نظافته وجودته. طبعا الكوكيز مفرغه جدا من تحت ولونها كده من فوق زي لونها من تحت بالظبط، يعني اللون بتاعها مظبوط والسوا بتاعها مظبوط وجميله جدا. هعبلهم بقى شويه في الحافظ ده وهغطيه بالغطاء الازاز بتاعه وهحطه على السفره، اللي عاوز منه في اي وقت ياخد منه، والباقي بقى هحطه كده واحفظه في علبه بلاستيك محكمه الغلق. وقت ما اللي في الحافظ ده يخلص هبدا ان انا ازود لهم فيه. وطبعا العلبه دي مميزاتها ان هي بتحافظ عليه، يعني ما يطراش كده وما يوصلوش اي رطوبه. لحد هنا انا كنت وصلت لاخر الفيديو، خلاص خلصت يومي خلص وانتهى كده لحد هنا. لو انت لسه بتتفرجي عليا لحد 12 دقيقه فانا عاوزه اشكرك جدا ان انت استحملتيني كل الوقت. الناس الجميله اللي دايما بتعلق لي وبتتفاعل معايا انا عايزه اشكركم جدا، عشان فعلا الكومنتات بتاعتكم دي بتفرق معايا جدا كده في نفسيتي وبتديني حافز كده وطاقه ايجابيه، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا.